في مملكة من الممالك الدنيا انقلبت لما الشياطين هجمت عليها ومسحتها من الوجود تقريبا، والبشر كانوا خلاص في اعداد الموت. الدنيا كانت سودة عليهم بمعنى الكلمة، بس الامبراطور بتاع العالم ده ما سابهمش كده، لا قرر يمنح كل واحد فيهم هبة خاصة تساعده يواجه الكارثة دي. ومن هنا البنت اللي اسمها روتي ظهرت. البنت دي مش اي حد، دي عندها قوة البطل الاعظم، يعني حرفيا سلاح دمار شامل. وده كان اخوها ريد كان شخص عادي او بمعنى صح اضعف من العادي، وعلى الرغم ان المفروض الهبات دي تساعد كل واحد يبقى اقوى الا انها مش دايما بتكون مفيده لصاحبها، وريد كان مثال حي على ده. بس تفتكر الاوضاع هتفضل كده؟ الدنيا دايما بتقلب بطريقه محدش يتوقعها. ريد بالمناسبه كان شغال كجامع شاب طبي، سايب جو المغامرات والحروب وعايش في قريه اسمها زلتان، قريه حدودها نهايه الارض من الجانبين، يعني معزوله تماما عن بقيه العالم. حياته بسيطه، يصحى الصبح يجمع عشاب يسلمها للمحل ياخد فلوسه ويكمل حياته. بس حتى في القريه الهاديه دي كان في ناس مستكتره عليه انه يعيش في سلام. شويه مغامرين كانوا قاعدين يتمسخروا عليه لانه حتى ما كانش معاه سيف كويس، بس ريد ما كانش فارق معاه كلامهم. كل اللي كان في دماغه انه يفتح محل عطاره ويعيش في هدوء بعيدا عن المشاكل. بس في حاجه كانت موقفاه، وهي انه مفلس تماما زيه زي اي حد بيبدا من الصفر. وهو ماشي في الشارع بيفكر في حل، واحد من العيال الصغيرين في القريه بيجي يشكروا على اللي بيعمله علشانهم وبيسالوا عن هبته، بس ريد بيغير الموضوع بسرعه والواد بيسيبه وبيمشي. ولو مش عارف موضوع الهبات ده بالظبط، فهي ببساطه قدرات او قوى بيمنحها الامبراطور للبشر، وبتتقسم ل4 انواع: المحارب، الساحر، المقاتل، والصياد. وكل واحده فيهم ليها وظيفه معينه. المحارب بيزيد من قوته الجسديه، الساحر قدراته السحريه بتزيد، وهكذا. بطلنا ريد ما كانش حد يعرف هو عنده ايه بالظبط، والسبب في كده هنعرفه بعدين. المهم اليوم بيخلص وريد بيدخل يستريح، بس دماغه مش بتسكت، في حاجه شغلاه ومش مخليه يعرف ينام، حاجه قاعد يفكر فيها طول الليل، وهي لحظه طرده من المملكه. فيلا بينا نرجع بالزمن شويه ونشوف ايه اللي حصل. ريد كان عايش مع اخته روتي يساعدها في كل حاجه، كانوا دايما مع بعض. بس لما كبرت قوتها بقت اقوى منه بمراحل، وده ما كانش عاجب حد معين، واحد اسمه ايريس، وده كان زميل ريد في الفريق. ايريس راح لريد وقال له اسمع، كسر الحاجز اللي انت عامله ده. وريد جرب بس ما قدرش. ايريس وقتها قال له كلام بارد: انت بقيت عبء علينا، كنت بتساعدنا زمان بس دلوقتي انت مجرد نكره مالكش اي قيمه، وحتى في اخر مهمه ما قدرتش تحمي نفسك، فبقى وجودك معانا عقبه. بسيب الفريق وامشي، ومن غير ما تقول حاجه لاختك لانها لو عرفت مش هتتخلى عنك. ريد كان مصدوم، الكلام دخل في دماغه زي السكين. بس لما قعد يفكر لقى ان ايريس عنده حق وقرر يسيب الفريق. بس ما وقفش عند كده، ايريس حب يدفن الموضوع، فطلع اشاعه ان ريد كان بيتجسس على جيش الشياطين واتقتل علشان يقطع اي امل في رجوعه. وريد مشي وسابه من غير حتى ما ينطق بكلمه، علشان كل اللي كان في باله هو اخته مش عايزها تعرف حاجه عن اللي حصل. نرجع بقى للواقع. ريد بيفكر في كل ده وبيقول لنفسه انه هيعيش الفتره الجايه بهدوء من غير اي مشاكل. تاني يوم بيصحى يروح الغابه علشان يجمع الاعشاب، وبيبدا يفكر في المهارات اللي عنده. ولما بيحسبها بيلاقي انها عاديه جدا، اي حد يقدر يستخدمها. بس اخيرا بنعرف مهارته الحقيقيه، وهي النجاه. المهاره دي بتساعده يحفظ الطريق وما يضيعش حتى لو دخل اعمق مكان في الجبال. وهو ماشي فجاه وحش عملاق بيظهر قدامه بيهجم عليه، بس ريد بحكم مهارته بيقدر يحس بيه في اخر لحظه، بيتفادى الهجوم وبيطلع بسرعه فوق شجره. بيفكر يقتله بس بيرجع في كلامه، مش عايز حد يعرف انه لسه قوي. وبعدها بيرجع على القريه يلاقي اصحابه مستنين ومعاهم واحد باين عليه رخم. الشخص ده كان اسمه ألبرت، واللحظه دي كانت بدايه حاجه كبيره جايه في طريق ريد. ألبرت بيجي يتكلم مع بطلنا ريد وبيطلب منه ينضم ليه في مهمه معينه، بس ألبرت بيتكلم معاه بتكبر كانه احسن منه بكتير، وده طبعا ما عجبش ريد خالص، فقرر يرفض العرض بتاعه، خصوصا انه مش عايز يكون ظاهر قدام الناس او يلفت الانتباه ليه. ألبرت بقى بيتنرفز جامد وبيحس بالاهانه، زي مغامر زي يرفض طلبه، فبيحاول يقنع ريد وبيقول له انه مستواه هيعلى وهيبقى في رتبه سي، وكمان الناس هتحترمه اكتر. لكن مع كل ده ريد متمسك برايه ومش ناوي يغير قراره. ألبرت بيسيب المكان وهو دمه محروق متنرفز على الاخر. بعدها ريد بيروح الاوضه بتاعته علشان يعد الفلوس اللي جمعها، وبيكتشف انه فاضل له تقريبا 6 شهور ويقدر يشتري المحل اللي نفسه فيه. وهوب فجاه حد بيخبط على الباب جامد كانه هيكسره. ريد بيروح يفتح بسرعه، بيلاقي راجل واقف قدامه هو جونز، والد الطفل اللي كان مع ريد قبل كده، وعلى وشه علامات القلق والخوف. جونز بيبص له بعيون مليانه توتر وبيقول له ساعدني، ابني تعبان جدا. الولد اللي بيتكلم عنه اسمه تانتا، طلع عنده مرض اسمه بياض العيون، والمرض ده خطر جدا. في البدايه بيحس بتعب شديد وبعدها بيتسبب في العمى تماما. ريد مش بيضيع وقت وبيجري مع جونز علشان يشوف الدكتور ويتاكد من الحاله، والدكتور فعلا بيأكد ان تانتا ممكن يصاب بالعمى في اي وقت. هنا ريد بيحتار يعمل ايه، يساعده ولا يسيبه، لانه لو ساعده ممكن يتكشف والنقابه تعرف انه لسه عايش. في النهايه بيقرر انه يساعد الطفل، بس بشرط واحد: ان جونز ما يجيبش سيرته لاي حد. ريد
ريد ما بيستناش وبيطلع يجري على الغابه علشان يجيب الاعشاب اللي ممكن تنقذ تانتا. بيستخدم مهارته في السرعه الفائقه وسرعته بتكون مجنونه فعلا، بس هو بيجري افتكر انه لو كمل في الطريق ده ممكن يقابل جماعه ألبرت، فبيقرر يلف ويمشي من طريق تاني. لكن فجاه بيشم ريحه حاجه غريبه جدا، بيروح ناحيه الريحه بسرعه وبيصدم لما بيلاقي ان الغابه كلها بتولع. والمصيبه مش في الحريق بس، المصيبه الاكبر ان العلاج اللي كان محتاجه تانتا موجود في الغابه دي، ولو اتحرق مش هيبقى ليه اي حل تاني. ريد ما بيفكرش كتير وبيستخدم شويه ميه يحمي بيهم نفسه ويدخل جوه الغابه بسرعه وهو بيلف حواليه علشان يلم الاعشاب قبل ما تتحرق. بس فجاه وهو بيجمع الاعشاب بيلاقي قدامه وحش عملاق. الوحش ما بيضيعش وقت وبيرفع ايده الضخمه وبيهجم على ريد، بس طبعا بطلنا مش هيقف يتفرج، بيطلع السيف بتاعه وبيضربه ضربه قويه بيشق الوحش نصين. بياخد الاعشاب بسرعه وبيجري على القريه من غير ما يضيع ولا ثانيه. في الوقت نفسه ألبرت والجماعه بتوعه كانوا وصلوا لمكان المعركه واتصدموا لما شافوا الوحش مقتول. هنا ألبرت بيعمل نفسه البطل وبيقول لهم ان هو اللي قتل الوحش، وبسرعه بيطلب منهم يسيبوا المكان فورا. اما ريد فوصل للدكتور وعطاه الاعشاب، وفعلا تانتا بدا يتحسن يوم بعد يوم. وبعد ما بطلنا خلص مهمته قرر يمشي، لكن جونز جري وراه ووقفه علشان يشكره من قلبه. ريد ضحك معاه وقال له طب تعالى بقى نتفق على المكافاه، ما انا مش بشتغل ببلاش. عدت الايام والشهور، وبعد 4 شهور بالظبط بنت اسمها تير وهي مغامره كانت رايحه لمحل معين، وهناك سمعت واحده بتتكلم عن افتتاح محل جديد اسمه محل ريد للعطاره. تير شدها الموضوع وسالت عن ريد، فالبنت حكت لها كل حاجه وقالت لها انه شخص لطيف وكل اهل القريه بيحبوه، بس دايما على وشه نظره غامضه محدش فاهمها. بعدها بنروح لريد نفسه وهو واقف قدام المحل بتاعه فرحان جدا لانه اخيرا حقق حلمه. والمفاجاه المحل ده بناه جونز نفسه، وده كان مقابل المكافاه اللي طلبها ريد منه بعد ما انقذ بنته. بطلنا اشترى كل المعدات اللي محتاجها والقريه كلها حضرت الاحتفال، والناس كانت فرحانه جدا والدنيا كانت اخر حلاوه. ريد وقف وسط الزحمه وبيفكر وبيقول انا عايز الفتره الجايه اعيش بهدوء والسلام مع اهل القريه، لكن للاسف السلام عمره ما بيدوم. بعد ما الاحتفال خلص والناس رجعت بيوتها، ريد تاني يوم كان مستغرب ان مفيش اي زبون اللي هم وحوش او اعداء جاله لحد دلوقتي، وفضل يفكر لحد ما فجاه المطر بدا ينزل. وفجاه وسط تفكيره دخلت عليه بنت جميله جدا شقراء وكانت واقفه قدامه بعينين كلها اصرار. مين البنت دي وايه اللي جاي مع ظهورها؟ وهي قاعده فجاه تير بيقول لها اخيرا لقيتك يا جو، وبيبدا يتكلموا مع بعض. وريد بيعرف نسبها حاليا وبيسالها عن السبب اللي مخلي اميره زيها تبقى مغامره وتسيب القصر، فبتقول له ان عندها مشاكل ومن ضمنها ان في ناس بيفضلوه على اخوها ولي العهد، فقررت تمشي لحد ما الامور تهدى وتستقر. بعدها بتساله هو كمان عن سبب وجوده هنا، فبيحكي لها كل حاجه وانه كان ماسك النقابه وفضل لسنين يدرب الابطال ويعلمهم، وفجاه طلعوا خاينين ورموه كانه ولا حاجه. كتير بتتعصب وبتقول له ازاي يعملوا فيك كده، ده انت اللي حافظت على النقابه لسنين، دربتهم وعلمتهم كل حاجه زي يكونوا خسيسين بالشكل ده. فبيطلب منها تهدى شويه، بيقول لها ان هم كده كده مش محتاجينه حتى بعد ما مشي النقابه لسه مكمله، والدليل انهم هزموا جوردن واحد من اقوى اتباع ملك الشياطين، وده كان يعتبر اقوى واحد فيهم. بعدها بيقوم يقول لها انا هروح اعمل لك شويه شاي، وهو في المطبخ بيكون زعلان جدا وبيفتكر اخته وذكرياتهم مع بعض، وبيحس بحزن رهيب لانه مش هيقدر يشوفها تاني. بيرجع يقدم الشاي لتير، واول ما بتشربه بتنبهر وبتقول له الشاي ده حلو قوي زي اللي عمله، وبتسكت فجاه وبتحمر وشها. فبيقول لها ها زي مين؟ فبتتوتر وبتقول لا ما كانش قصدي حاجه، كنت بتكلم عن الشاي بس. في اللحظه دي ريد بيفتكر اول مره قابل فيها تير، وكان ده من كذا سنه لما كان مع الفريق بتاعه واخته كمان، كانوا بيتفقوا على مهمه وفجاه شافوا راجل بيضايق بنت، بس البنت دي فجاه ضربته على الارض وبعدين هجمت عليه وكانها وحش. الكل كان مصدوم من قوتها، وبعدها راحت لهم وقالت بكل غرور انا مش محتاجه مساعده من حد، حتى المملكه مش محتاجه الابطال اللي زيكم، وراحت ماشيه. ودي كانت اول مقابله بين ريد وتير. بعدها مع الوقت بداوا يعملوا مهمات سوا وعلاقتهم بقت احسن وبقوا يساعدوا بعض، لحد ما في مهمه معينه تير كانت هتموت على ايد خونه، لكن ريد انقذها في اخر لحظه، واتضح ان الخائن ده ما كانش بني ادم، ده كان شيطان متنكر في صوره انسان. ووقتها ظهر شكله الحقيقي وبدا يطحن فيهم هما الاثنين لحد ما روتي اخت ريد وصلت ونزلت فيه تقطيعه كانها وحش كاسر. قوه البنت دي كانت مرعبه، وفي النهايه قتلت الشيطان وانقذتهم هما الاثنين. المشهد ده اتحفر في دماغ تير وزعلها قوي واثر فيها جدا لدرجه انها قررت تبعد عن الحرب، بس بطلنا قعد يواسيها ويقول لها الحزن مش هينفعك، بالعكس هيزود معاناتك، لازم تقومي وتقاتلي وما تعتمديش على روتي في كل حاجه، لان لو حصل لها حاجه احنا كلنا هنكون ضعاف، فلازم تحسني قدراتك. وفعلا وقتها تير اقتنعت بكلامه ورجعت تحارب تاني. بنرجع بقى للوقت الحاضر، تير بتطلب من ريد ان هي تشتغل معاه، لكنه بيرفض لان المبيعات قليله جدا ومش هيقدر يدفع لحد تاني. لكن تير بتصر وبتقول له طب لما تسيب المحل مين هياخد باله منه؟ وبتبدا تناشه وبتساله ايه اللي بيميز محلك عن غيره، فبيعرفها انه بيبيع منتج اسمه مسحوق التضاعف، ولو عندك كميه
كميه من اي حاجه وعايز تزودها بتحط عليها المسحوق ده وبيتضاعف 5 اضعاف. تير بتسمع الكلام ده وبتفضل تبص له بصه استغراب وبتقول له انت بتتكلم بجد؟ ده اغبى اختراع شفته في حياتي. فريد بيتوتر وبيقول لها ازاي يعني؟ فبتقول له بص يا عم الحاج، لو الناس اكتشفوا المنتج ده هيوقفوا يشتروا اي حاجه تانية والمبيعات تنهار. فريد بيفكر شويه وبيدرك ان كلامها صح، فبيقعد يحك راسه وبيقول ايه صح فعلا. فتير بتبدا تتريق عليه وبتضحك وبتقول له يا ابني انت لطيف وطيب قوي، نفسي افضل معاك على طول. وهنا وشهم هما الاتنين بيحمروا وريد بيحس انها بتلعب بيه ابن اللعيبه. في الاخر بطلنا بيوافق انها تشتغل معاه وهي بتقول له انا هفضل اساعدك على طول وهنفضل قريبين من بعض. وبعدها بيقعدوا ياكلوا سوا والاكل بيعجبها جدا. وفي نفس الوقت ده يارس بيكون جايب بنت قويه جدا علشان تحل محل ريد والكل بيتعرف عليها. وروتي بتقول لها انت هتكوني تحت قيادتي والبنت بتوافق بدون اي تردد. روتي بتكمل كلامها وبتقول احنا رايحين نجيب اخر اثر لملك الشياطين السابق. تاني يوم بيصحوا يفطروا مع بعض والاجواء بينهم بتبقى لطيفه جدا كانهم متعودين على بعض بقالهم سنين. بعد الفطار بيقعدوا يحسبوا المصاريف وتير هي اللي بتطلب مبلغ معين والمبلغ ده بيكون قليل جدا. فريد بيوافق من غير تفكير. تير بتقول له انها هتروح تشتري سرير وكمان تجيب شويه الواح تحطها في المحل علشان ترتبه. بيروحوا هما الاتنين يشتروا السرير واول ما بيوصلوا المحل صاحب المحل بيتعامل مع تير كويس جدا، لكن اول ما بيشوف ريد بيبص له بقرف، وده لانه معروف انه معفن ودايما بيفاصل في الاسعار ومش بيدفع ثمن البضاعه كامله. تير بتلاقي السرير المناسب وبتشتريه وبتطلب من صاحب المحل يوصله على طول. وبعدها بيمشوا هما الاتنين من المكان. وهما في الطريق ريد بيكون سرحان وبيفكر في حاجه مهمه جدا، وهي ان الامبراطور بيوزع القدرات على الناس من غير اي تمييز. يعني ممكن تلاقي حد في الشارع عنده قوه قائد جيش وفي نفس الوقت تلاقي واحد نبيل وغني وعنده مهاره السرقه. بس كل ده مش مهم، المهم فعلا هو تطوير المهارات، وده بيتم بطريقه مرعبه جدا، وهي ان الشخص لازم يقتل شخص تاني عنده المهاره اللي عاوزها علشان ياخدها. الفكره دي بتخلي ريد متضايق جدا لكنه بيحاول ما يبينش. بيكملوا طريقهم وفجاه بيلاقوا واحد اسمه تانتا بيتخانق مع ولد تاني والولد التاني نازل فيه طحن مش سايبه في حاله ولا راح يمه نهائي. ريد بيتدخل ويوقفه بس الواد بيقوم وبيحاول يهجم على ريد، لكن طبعا هجمته ملهاش اي تاثير على بطلنا وريد بيرد عليه بضربه واحده تخليه يطير في الهواء. تانتا بيشكر ريد وبيقول له انه مش غلطان وانه كان بيلعب مع صاحبته عادي، لحد ما الواد ده جه فجاه وطلب منهم يبعدوا عن طريقه وبعدها نزل فيهم ضرب من غير سبب. بنت صغيره اسمها ادمي بتكون موجوده هناك وبتقول ان الولد ده ما كانش كده زمان لكنه بقى عنيف قوي بعد ما اكتشف هبته الجديده واللي هي المشاكسه، ودي مهاره بتخلي صاحبها عنيف جدا وبيهاجم اي حد باي حاجه في ايده. ادمي بتزعل جدا وبتقول انها مش عاوزه مهارتها لو هتخليها زي الواد ده، وساعتها بنعرف ان مهارتها اسمها مستخدم الاسلحه، ودي بتخليها قويه جدا في استعمال اي نوع سلاح لكنها مش متقبله الفكره خالص. ريد بيحاول يهديها وبيقول لها كلام يرفع معنويات والبنت بتتحمس جدا وبتنسى زعلها وبيقول لها تيجي عندهم المحل علشان يلعبوا سوا. البنت بتفرح جدا وبتشكره وبعدها بيمشوا من المكان. بعد كده بيروحوا ياخدوا تصاريح للادويه اللي عندهم في المحل، بس للاسف الراجل المسؤول بيرفض فبيضطروا يروحوا لشخص صاحب سلطه اعلى. لما بيوصلوا بيشرحوا له اللي حصل والراجل بيتعاطف معاهم جدا وبيقول لهم ان الشخص اللي رفض طلبهم قبل كده كان من شهر بس موافق على دواء لكنه استخدمه كمخدر وده خلى كل الناس تهاجمه. الراجل بيثق في تير وبيقول لهم انه ما عندوش مشكله يوافق على الدواء بتاعهم، وفعلا التصريح بيطلع. بيرجعوا البيت ويبداوا يخططوا ازاي يبيعوا الدواء الجديد. وفجاه بتيجي فكره عبقريه لتير وهي انهم يخلصوا الدواء بالاكل، وده لان اكل ريد طعمه حلو جدا. وفعلا ريد بيعجبه الاقتراح وبيدخل المختبر يعمل تجربه، بيلاقي ان عنده دواء للبرد ومسكن للالام لكن مشكلته انه طعمه مر جدا، فبيقرر يخلطه بالمربى ويعمل منه بسكويت. تاني يوم بيبداوا يوزعوا عينات مجانيه على اهل القريه والنتيجه بتكون خرافيه. الاطفال اللي كانوا بيرفضوا ياخدوا الدواء علشان طعمه وحش بقى عندهم استعداد لانه طعمه بقى زي الحلاوه. فجاه المحل بيتملي بالناس وبيقدروا يبيعوا كل البسكويت اللي عندهم في يوم واحد. في اخر اليوم ريد بيشيل تير فجاه من الفرحه وبيقعد يشكرها على كل حاجه وبيقول لها ان كل ده بفضلها. البنت ريد جدا ووشها بيحمر وهو مستمر في شكرها ومشاعرهم تجاه بعض بتبدا تبقى اوضح من اي وقت فات. على الجانب التاني بنشوف اريس وهو بيتخانق مع واحد من الفريق اسمه دان، ودان بيكون متعصب جدا وبيقول له انهم عملوا غلطه كبيره لما طردوا ريد من الفريق لانه كان الوحيد اللي بينقذهم في كل المواقف رغم ان مهارته كانت ضعيفه لكنه كان عنده سرعه بديهه مش طبيعيه. دان بيقول له انهم بقالهم ايام في الصحراء ومش قادرين يلاقوا سلاح الملك الشيطاني وبعد كل البحث ده هيضطروا يرجعوا علشان الموانئ قربت تخلص. دان بيقول لاريس ان لو ريد كان مكانه كان زمانه لها حل وكان اذكى منه بكتير، وبيقول له كمان يروح يدور عليه لانه ممكن يكون الشخص الوحيد اللي يقدر يساعدهم في المهمه دي. ودي كانت ليله هاديه عند ريد. اليوم خلص وهو شغال في المحل والدنيا تمام معاه، بس فجاه ظهرت روت وادت الاذن لدان انه يدور على اخوها. دان كان متردد قلقان ان اريس يكتشف الموضوع لكن روتي كانت واثقه ان اكيد اريس مش هيقدر يقتل حد بالقوه بتاعت ريد. الاتنين فضلوا يمدحوا في ريد شويه وبعدها اليوم خلص. تاني يوم ريد كان شغال عادي في المحل كل حاجه ماشيه تمام، بس فجاه دخل عليه
شويه ناس تلاقوا تير موجوده هناك، فريد سالهم عن السبب اللي مخليها موجوده، فكان الرد بكل بساطه انها بقت شغاله معاه خلاص. بس في بنت واقفه بينهم شكلها كان زعلان لانها كانت بتعتبر تير قدوتها، واتصدمت لما لقيتها سابت شغل المغامرين وبقت بتشتغل في محل عادي. بعد شويه الناس دي مشيت من المكان. بعدها تير طلبت من ريد عصير بالعسل، بس ريد قال لها انه مش موجود وقررت تروح تجيب العصير وترجع. في الوقت ده ريد كان بيكمل شغله في صناعه الادويه، لكن فجاه ظهر البرت وجهه وقال له انت اللي قتلت الدب مش كده؟ ريد انكر، لكن البرت كان شاكك وقرر يختبره بنفسه، فرفع السيف وحاول يهجم عليه علشان يشوف مهاراته، لكن ريد ما عملش اي رد فعل وفضل واقف مكانه كانه مش واخد باله. البرت وقتها اقتنع ان ريد ضعيف، بس قبل ما يقرر اي حاجه تير فجاه تدخل ومسك الولد وفشخه بمعنى الكلمه، وكانت هتقتله فعلا، لكن ريد في اخر لحظه اوقفها ولان البرت كان بيختبره مش اكتر. البرت اعتذر وتير طلبت منه يمشي وهي كانت متعصبه جدا. بعد كده قالت لريد انه لازم يخاف على نفسه اكتر من كده وانه ما يستهترش بالامور. ريد اعتذر لها والاتنين اتصالحوا في الاخر. جه الليل وقعدوا ياكلوا سوا واتفقوا انهم يروحوا محل الالونه تاني يوم، وبالفعل تاني يوم راحوا هناك، بس كان واضح ان المحل مش في افضل حالاته. جونز صاحب المكان كان تعبان ومش قادر يستحمل الحر، وبعد ما خلصوا هناك قال لهم انه هيضطر يقفل المحل لان ما بقاش فيه زباين، وده طبعا كان بسبب ان في ساونا فتحوا مجموعه من النبلاء وكل الناس بقت بتروح هناك، فبقى ما فيش حد بيجي المحل. وريد واللي معاه اتعصبوا وقالوا انهم مش هيسيبوا المحل يتقفل، والراجل شكرهم على دعمهم. كل واحد فيهم كان بيفكر في حل المشكله دي لانهم بيحبوا المكان جدا، لكن للاسف المنافسين عندهم ميزات كتير وده كان عامل مشكله كبيره. لحد ما ريد جات له فكره عبقريه، قرر يستخدم الاعشاب في البخار، لان بعض الاعشاب لما بتتسخن بتتحول لمسحوق طبي بيطير في الجو. الفكره دي جات له من الالف لانهم لما بيتعبوا بيستخدموا الطريقه دي للعلاج، وفعلا راح عند صاحب الساونا وشرح له الفكره، والراجل اتحمس جدا وقرر يجربها. واول ما شاف البخار انبهر بيه جدا وشكرهم لانهم حس ان المكان رجع للحياه تاني. في الوقت ده عرف ريد ان الراجل هيشتري منه الاعشاب دي بشكل مستمر. بعد كده ريد وتير كانوا شغالين في الصيدليه، لكن فجاه ظهرت رئيسه نقابه المغامرين وكان معاه واحد اسمه جلاتين. جلاتين سأل ريد تير فعلا عايشه معاك؟ فريد رد عليه بكل ثقه قال له ايوه موجوده. فطلب جلاتين انه يقابلها، لكن ريد قال له انها مشغوله في الصيدليه دلوقتي ولو حابب يستنى مفيش مشكله. جلاتين كان متضايق لكن وافق يستنى، وفي الوقت ده ريد استغرب ازاي واحد بالمستوى ده يعرف اسمه، فسال جيلاتين اللي رد عليه بكل بساطه وقال له مفيش حد مر على النقابه دي الا وانا اعرفه. بعدها ريد راح يكلم تير وقال لها اللي حصل وفهمها ان شكل النقابه عاوزاها ترجع للمغامره تاني. تير قررت انها تقابلهم لكنها اكدت انها مش هترجع للنقابه مره تانيه مهما حصل. بعدها ظهر واحد من نقابه اللصوص وقعد مع ريد وحاول يساومه علشان يسيب تير، واداله عمله قيمتها 100,000 برل وقال له بالمبلغ ده تقدر تعيش حياتك كلها في نعيم. بس ريد رفض العرض وقال له بكل ثقه لو عرضت عليا كنوز الدنيا كلها مش هتخلى عن تير، وكمان وضح له انه فاهم مدى اهميه تير بالنسبه للنقابه، لكن ده مش هيغير قراره. الولد اللي من نقابه اللصوص سابه وقال له براحتك بس لو غيرت رايك انا في انتظارك. في الناحيه الثانيه تير كانت مع رؤساء النقابه اللي عرضوا عليها فلوس ومناصب كتير جدا علشان ترجع لهم، لكنها رفضت بشده وقالت لهم بكل وضوح انا مضيت عقد مع ريد والعقد ده مدى الحياه. لما رجعت الصيدليه لقيت ريد فرحان لانها قررت تكمل معاه وما تسيبوش، فجاب لها هديه وقال لها اعتبريها اول مرتب ليكي من الصيدليه. تير فرحت جدا واتاكدت ان ريد بيحبها جدا. في نفس الوقت في مقر نقابه اللصوص رئيس النقابه كان بيتكلم مع واحد اسمه دير وقال له نقابه المغامرين بتحاول ترجع تير مره تانية. دير كان فاهم خطوره الموقف ورد عليه وقال له احنا كمان لازم ناخدها، وجودها في اي نقابه هيكون مصدر قوه كبيره ليهم ولازم نتصرف بسرعه. وهنا بقت تير هدف كل الاطراف وكل واحد بيحاول يضمها لجانبه، لكن هي اختارت تكون مع ريد. فهل هتقدر تفضل معاه ولا هيحصل حاجه تغير كل الموازين؟ دير بيبص لريد وبيقول له طب انا هستفيد من كل ده؟ رئيس النقابه بيرد عليه بابتسامه خبيثه كده وبيقول له هسهل لك نقل البضائع بتاعتك وكمان هديك فلوس محترمه. دير بيبص له شويه وبعد تفكير بسيط بيوافق على العرض وبيبتسم. الوقت ده بنرجع لتير اللي كانت مبسوطه على الاخر انها جنب ريد ومش ناويه تسيبه ابدا، بتحس انها اخيرا في امان. بس فجاه بترجع تفكر في الماضي بتاعه وتفتكر اللحظات الصعبه اللي عدت عليها. بتفتكر لما كانت مملكتها مملكه لوجار في حاله فوضى تامه بعد ما قائد الجيش بتاعهم اتقتل على ايد جيش سيد الشياطين. الوضع كان كارثي وعلشان كده قرروا يهربوا على مدينه سان لاند اللي جنبهم يمكن يلاقوا حد يساعدهم. الطريق ما كانش سهل خالص، اضطروا يلفوا حوالين جيش سيد الشياطين ويمشوا من خلال الغابه المسحوره. انما هم بيتسللوا فجاه بتظهر لهم بنت اسمها يارا. هم ماشيين في الغابه يارا بتقرب من تير وبتحاول تهديها وبتقول لها ان ريد مجرد صديق عزيز عليها وهي لا بتحبه ولا حاجه. تير في اللحظه دي بتحس انها طايره من الفرحه والشعب بينور من كتر السعاده، لكن الفرحه ما بتكملش. فجاه يارا بتحس ان في حركه غريبه في المكان وفعلا بيلاقوا مجموعه من جيش سيد الشياطين دخلوا الغابه علشان يستكشفوها. ريد بيفكر بسرعه وبيخطط ازاي يقدروا يهربوا من العساكر
العساكر دول ويوصلوا المدينه بسلام. الخطه كانت خطيره بس لازم تتنفذ. تروي وروتي بيبداوا يهاجموا المستكشفين، واللي كان غريب ان روتي كانت شغاله لوحدها بتضرب فيهم واحد ورا التاني لحد ما عملت كوم الجثث قدامها. تير واقفه بتبص لها بذهول وبتقول لنفسها هي دي البطله الحقيقيه. بعد المعركه ريد وباقي الفريق بيوصلوا، وبنعرف ان خطته كانت انه يعمل طريق امن لتير علشان توصل سان لان. لكن لحظه الوداع بتيجي وتير بتكون متاثره جدا لانها عارفه انها تفترق عن ريد. نرجع للوقت الحاضر، تير واقفه مع ريد في الصيدليه وبتحس انها اخيرا في مكانها الصح. لكن فجاه بيجي دير وبيقول لها انا عايز اكلمك. تير مش مهتمه بكلامه خالص وبترد عليه وبتقول له انا مشغوله دلوقتي وروح شوف لك حد تاني. لكن دير بيرد عليها ببرود وبيقول لها انا عرفت الحقيقه، انت الاميره تير من مملكه لوجار، ولو ما رجعتش للنقابه هروح ابلغ المملكه واقول لها انك عايشه مع ريد. تير بتفضل ثابته مكانها مش بتخاف ولا بتهتز وبتقول انا مش عايز على شهره ولا فلوس، كل اللي يهمني ان اعيش حياه بسيطه مع ريد. دير بيغلي من الغيظ ومش قادر يصدق ان البنت دي بقوتها وسلطتها مصممه تعيش حياه فقيره مع واحد زيه. لكن تير مش بتهتم بكلامه وبتسيبه وتمشي وسايبه واقف لوحده زي الهبل. في مكان تاني بنشوف روتي قاعده حزينه وبتفتكر اليوم اللي اريس قال لها فيه ان ريد ساب الفريق. المشكله ان اريس ده ما قالهاش الحقيقه، ما قالش ان ريد مات، لا ده قال لها ان انضم للسيد الشياطين. روتي اتجننت ومسكت اريس وبدات تضربه لدرجه انها كانت هتخلص عليه، بس في اخر لحظه استخدمت سحرها ورجعته للحياه تاني. لكن رغم ده لسه جواها فراغ وبتقول انا صحيح البطل، لكن ريد ساب فجوه كبيره في حياتي مش عارفه املاها. تاني يوم ريد قاعد مع الدكتور نيومان وفجاه بيسمعوا صوت غريب، بيجروا على مصدر الصوت وبيلاقوا واحد واقع على الارض ومغمى عليه. ريد بسرعه بيجري عليه وبيقدم له ترياق معمول من اعشاب نجم البحر، وبعد ما بيشربوا بياخدوا له عياده وحالته بتبدا تتحسن مع الوقت. الدكتور بيقول له ريد في مخدر منتشر في المدينه والراجل ده تقريبا كان هيموت بسبب جرعه زياده منه. ريد بيتصدم وبيقول لازم نحضر كميات كبيره من الترياق لان شكلنا هنشوف حالات كتير زي دي الفتره الجايه. بعدها ريد بيروح يتكلم مع تير وبيسالها فاكره المخدر اللي سمعنا عنه قبل كده؟ تير بترد عليه وبتقول له فاكره. ماله؟ بيقول لها النهارده واحد كان هيموت بسببه وعلشان كده لازم ننتج كميات كبيره من الترياق. تير بتساله مين اللي بيوزع المخدر ده على الناس، لكن ريد بيرد عليها بحسم وبيقول لها احنا مالناش دعوه، احنا صيدليه شغلتنا نقدم العلاج وخلاص. بعدها بيقترح عليها يخرجوا شويه وتير بتحب الفكره وبتبدا تستعد للخروج معاه. في نفس الوقت روتي والفريق بيكونوا في طريقهم لمكان فيه انقاض عصر سيد الشياطين، وهناك بيلاقوا السيف الاسطوري اللي كانوا بيدوروا عليه. لكن فجاه تيسي بتروح تجيب ميه للفريق وفجاه بتظهر لها روتي قدامها. تيسي بتبص لها وبتقول انا دايما بشوفك صاحيه في خيمتك مش بتنام ابدا. روتي بترد عليها ببرود وبتقول انا البطله مش محتاجه انام زي البشر العاديين ولا حتى اكل زيهم. في البدايه المكان كان هادي جدا وريد كان بيتكلم مع تيرو وبيتفقوا على الكميه اللي هيجهزوها من الطريق، بس فجاه الباب بيفتح بعنف وبيدخل واحد غرقان في دم، والراجل كان بيترنح ومش قادر يقف على رجليه وبيقع على الارض قدامهم وبيطلب المساعده من ريد. طبعا ريد بيجري عليه بسرعه علشان ينقذه، لكن في نفس الوقت بيطلب من تير انها تروح تشوف ايه اللي بيحصل في المدينه. تير بتوصل هناك وبتتفاجئ ان المكان متحول لساحه قتال، واحد مجنون ماسك سلاح وبيقتل الناس من غير رحمه، وبيبان انه واحد من اتباع البر ومعاه مجموعه من الرجال اللي بيهجموا عليها. بس تير مش بالسهل بتضرب اول واحد برجلها وتوقعه والتاني بتخلص عليه بسهوله، لكن المصيبه ان التالت كان قوي جدا. بتاخد بالها ان التلاته عندهم قوه غير طبيعيه وبتبدا تحس انها مش هتقدر عليهم لوحدها. بس فجاه اسهم بتطير في الجو وبتخترق اجسامهم واحد ورا التاني. اللي رمى الاسهم دي كان قبر نفسه اللي لما قرب منها لقى بكل برود مش عارف رجالي حصل لهم ايه. فجاه فقدوا السيطره على نفسهم وبعدها بكلام مستفز قال لها لسه في واحد منهم عايش، روحي خلي خطيبك يعالجه وابعتوا لي الفاتوره على البيت. تير كانت متغاظه جدا من طريقته ومسكت سلاحها في وشه، لكنها في الاخر تملكت نفسها وسابته يمشي. بعد كده رجعت عند ريد وحكت له على اللي حصل، واغرب حاجه انها لاحظت ان الجنود دول كانوا واخدين نفس المخدر المنتشر في المدينه، وبيبان ان المخدر ده بيزود القوه بشكل جنوني. في اللحظه دي تينو وصاحبته ظهروا وقعدوا يتكلموا مع تير، والجو كان هادي شويه بعد القتال لحد ما تير عزمتهم على الغداء وراحوا كلهم واكلوا مع بعض، وتير كانت مبسوطه جدا بوجودهم. لكن الهدوء ما دامش كتير، فجاه ريد لاحظ واحده داخله الصيدليه وطلع ان اسمها ريا وهي من فريق البر. اعتذرت لهم عن اللي حصل من فريقها، لكن تير سالتها بصراحه هو البر بيخطط ليه بالظبط. ريا قالت لها ان البر بيحاول يعوض الخسائر اللي حصلت له الصيف اللي فات، وعلشان كده جاله طلبات كتير من النقابه. ريد علق وقال ان البر عنده قوه البطل وده اللي بيخليه يقدر يتخطى اي عقبه قدامه، ولو عنده اراده كفايه ممكن يسطر اسمه في التاريخ. بس ريا كان عندها خوف تاني وقالت انها خايفه البر يسيب المدينه ويمشي في يوم من الايام. ريد طمنها وقال لها انه مش من النوع اللي بيستسلم بسهوله وان النقابه مش هتسيبه كده وخلاص. بعد كده بنشوف دالان قاعد في الحانه وبيجي له شخص غريب بيساله انت بتدور على ريد. دالان بيستخدم قوته علشان يخوف الشخص ده، بس الصدمه انه يكتشف ان الراجل ده قوي جدا. بعدها بيعرفه بنفسه بيقول انه اسمه بيوري وانه كمان بيدور على ريد، وبيقترح انهم يدوروا عليه سوا. في اللحظه دي ريد كان قاعد مع تير وبيقدم لها كوبايه حليب بالعسل، وهي اول ما دقتها انبهرت
ردت وقالت له عمري ما دوت حاجه بالجمال ده. وقتها ريد افتكر اخت روتي اللي كانت بتحب الحليب بالعسل، وافتكر الايام اللي كانوا عايشينها مع بعض. بس الرحله دي في الذكريات اتقطعت لما حد خبط على الباب بعنف. ريد فتح الباب وهو متوتر، واتصدم لما لقى الدكتور شايل بنت صغيره غرقانه في دمها. خدها بسرعه جوه البيت وبدا يعالج جروحها، ولما فاقت صرخت وقالت ادم هجم على البيت بتاعنا، كان معاه فاس وضرب اهلي، وطلبت من ريد انه يروح ينقذهم. ريد طبعا ما ترددش لحظه، وراح هو والدكتور عند بيتها، وهناك لقوا اهلها واقعين على الارض وغرقانين في دمهم، لكن لحسن الحظ كانوا لسه عايشين. ريد سالها بقلق ايه اللي حصل بالظبط. البنت ردت وقالت ادم هو اللي عمل كده. وبيكتشف ريد ان ادم هو ابن القائد الحراس ماين، وبيبقى قلقان جدا ان الامور تكبر اكتر من كده. وفعلا تاني يوم سكان المدينه كانوا متضايقين جدا من اللي حصل، والحراس هجموا على المكان وافتكروا ان ريد مخبي ادم. في نفس الوقت عيله البنت الصغيره كانوا بيتعالجوا في مقر نقابه اللصوص، وزعيم النقابه كان اسمه هوك. كان بالرغم من كده البنت قررت انها تفضل عند ريد لحد ما مشكلتها تتحل، وهناك طلبت من تير انها تعلمها القتال بالسيف، وبداوا التدريب مع بعض بره البيت. بعد التدريب تير فضلت تتكلم مع ريد وقالت له انا خايفه ما اعرفش ادربها زي ما معلمي زمان علمني، لكن ريد شجعه وقال لها انها تقدر وان عنده ثقه فيها. وبعد وقت قصير فعلا اي بدات تتعلم وتمسك السيف باتقان. في اللحظه دي جونز ومراته جريوا على ريد وهم مرعوبين، وقالوا له ان الحراس قبضوا على ابنهم تانتا رغم انه ما عملش حاجه وكان بس بيلعب قدام البيت. ريد وتير راحوا على النقابه وقابلوا جليتن رئيس النقابه وطلبوا منه يحقق في الموضوع. جليتن وافق بس بشرط تير تساعد النقابه في الوقت اللي تحدده هي. وافقت تير وجليتن كتب رساله لقائد الحراس ماين، وريد راح يسلمها له. وبعدها افرجوا عن تانتا، لكن قائد الحراس كان عنده تساؤل مهم وسأل ريد ليه عملت كده. ريد رد عليه وقال له انت المفروض تستجوبه مش تحبسه. القائد اعتذر عن اللي حصل وكشف ان رجاله شاكين ان اللي دخل بيت عيله البنت وضرب اهلها ما كانش ادم الحقيقي، لكن البنت انفعلت وقالت انا متاكده ان هو اللي عملها. وهنا تانتا تدخل وقال لها ادم اطيب بكتير من انه يعمل حاجه زي دي، كان دايما بيعتذر لما يغلط وكان حلمه يبقى واحد من الحراس. كلامه لمس قلبها وبدات تهدى شويه. بعدها قائد الحراس طلب من ريد وتير يقعدوا معاه لانه عنده كلام مهم لازم يقوله لهم. فبيقول ريد لجونز خد العيال وروح انت، وبعدها بيقعد علشان يسمع القائد اللي بيقول لهم انا سمعت عنكم وعن اللي بتعملوه. بس ريد بيقاطعه وبيقول له هل ادم اخذ المخدر اللي انتشر في المدينه مؤخرا؟ فبيتضايق قائد الجيش جدا وبيقول بغضب انا علمت ابني ان اللي ياخد المخدر ده يبقى مجرد حثاله. فبيقول له ريد بهدوء اللي حصل ده شبه للي حصل من كام يوم مع رجال البر. فالقائد بيتنرفز اكتر وملامحه بتتوتر، وريد بيكمل كلامه وهو بيشرح له عن السبب اللي بيخلي الناس تخرج عن السيطره بالطريقه دي. بعد شويه بيظهر شخص غامض مش باين مين ده ولا ناوي يعمل ايه، والغريب اكتر ان ريب بيرجع للصيدليه لوحده ومش بيلاقي الشخص ده معاه. ساعتها ريب بيفترض ان تير راحت تجيب شويه حاجات للصيدليه، وبيسال ايه اذا كانت موافقه ان هو اللي يضربها النهارده ولا لا. فبتوافق له. ساعتها ريب بيهجم عليها بمشي، والمضحك انه بيقدر يوقعها بيها. ساعتها ريب بيفضل يشرح لها عن قوه سيد السلاح، وبيقول لها ان القوه دي بتخلي الواحد صلب ضد الخوف والارتباك، لكن لما بيتعصب ما بيقدرش يتحكم في قوته. وساعتها دفاعاته بتتكشف. بعد التدريب بيقعدوا يتكلموا سوا، ويل بتساله باستغراب ازاي واحد بالقدرات دي يبقى مغامر من الدرجه دي. فبيقول لها انا مش مهتم بالمغامرات، كل اللي بيهمني دلوقتي ان اساعد الناس خصوصا الاطفال اللي زيك. وبيفضل يعرفها اكتر عن القدرات اللي موجوده في العالم. وساعتها إيل بتقول له في واحد جه النهارده واداني سلاح غريب، وبتحكي له ان الشخص ده اداها السلاح علشان لما تخلص تدريبها تبقى قادره تستخدمه، وده هيخليها اقوى بكتير. كمان بتعرفه ان حلم حياتها انها تبقى بطله زي روتي. على الجانب الاخر تير كانت بتقاتل واحد من عصابه اللصوص، ولما خلاص كانت هتمسكه فجاه بيفجر نفسه. فبتفهم ان العصابه زرعت قنابل في اللصوص علشان لو اتقبض عليهم ما يقدرش حد يعرف منهم اي معلومات. وفي الوقت ده فجاه بيظهر عدد كبير من المجرمين وبيحاصروا تير من كل ناحيه. بتحاول تستخدم سلاحها لكنها ما بتقدرش، فبتضطر انها تقاتلهم بقدراتها البدنيه. لكن فجاه بيظهر شخص من العدم وبيضرب المجرمين دول بقوه رهيبه. وبتتفاجئ تير ان الشخص ده هو دايلان. بعد ما بيخلص على المجرمين تير بتساله باستغراب انت بتعمل ايه هنا؟ فبيقول لها روتي بعتتني علشان ادور على ريد هنا. فبتساله انت جاي علشان ترجعه للفريق تاني؟ فبيرد عليها وبيقول لها ما تقلقيش انا عارف انه بقى عنده حياه هنا ووجود الفريق ما بقاش له داعي. فبتشكره تير وبترجع لريد. لما بترجع ما بتحكيلهوش اي حاجه عن اللي حصل، بس ريد بيقول لها على فكره السيف اللي وصل النهارده لإيل شكله غريب. فبتقرر تير تستخدم سحرها علشان تتاكد اذا كان السيف ده مزروع فيه قنبله او سحر مضاد ولا لا. وهنا بتكتشف ان عليه تعويذ التعقب. وهنا ريد بيتفاجئ ويقول لي رئيس نقابه اللصوص عايز يتعقب خطوات إيل. فبيقرر ريد ياخد إيل علشان يروحوا يعملوا سلاح جديد ليها. بس وهم هناك بيسمعوا صوت غريب، ولما بيخرجوا بيلاقوا احتجاجات كبيره جدا في المكان. ريد بيفهم من الناس اللي هناك انهم بيتجمعوا كل لما بتحصل جريمه، وغالبا بيبقوا فاكرين
ان اللي عملها هو ادم. في نفس الوقت الفريق بتاع روتي بيجري جوه معبد غامض، لكن فجاه بيظهر لهم شيطان عملاق. ساعتها روتي بتأمر تيسي انها تروح تدور على السلاح وانهم هم اللي هيقتلوا الشيطان ده، وفعلا روتي وسايدو بيهجموا بكل قوتهم وبيقدروا يهزموه بضربه واحده بس. بعد ما بيهزموه ايريس بتقول لروتي انا مش هحميك لو تعرضت للهجوم تاني. في الوقت ده تيسي بترجع لهم وبتقول لهم انها لقت حاجه صادمه. الحاجه دي كانت سفينه السماء، بيركبوا السفينه وبيطيروا في الجو، وروتي بتقول انها نفسها تروح مكان معين لكن مش دلوقتي. بعد شويه بنشوف تيرو هي متخفيه قد ما بتلاقي ريد واقف قدامها وبيكون فاكرها لكن الصدمه انها بتظهر نفسها وبتقول له انا عارفه ان السيف عليه تعويذ التعقب وكنت متخفيه علشان اقدر اقبض عليه. فبيأمر رجاله انهم يهاجموها لكنها بتقتلهم بسهوله. وعلى الناحيه الثانيه كانت قاعده في الصيدليه تحت الحراسه، فجاه حد بيخبط على الباب وبنتفاجئ ان الشخص اللي قدامه هو نفس اللي اداها السيف قبل كده، والصادم اكتر ان الحارس كان متفق معاه وبيسمح له يدخل. ساعتها الراجل ده بيقول لها انا عارف اللي تير عملته واحنا سابقينكم بخطوه، وبعدها بياخد عند رئيس نقابه اللصوص اللي بيقول لها بكل برود انا قتلت اي حد فكر يعارضني سواء كان صديق او عدو، وبينصحها انها تسمع كلامه من غير مقاومه. وهنا بيقول لها الحقيقه الصادمه، انا اللي نشرت المخدر في المدينه وسميته قلب الشيطان، واعرفي ان قدرتي اسمها سيد التعذيب لكنها ما كانتش مناسبه ليا، وعلشان كده انا عايز اوصل لقدره سيد الشياطين. لكن المفاجاه الحقيقيه كانت لما بتشوف ادم محبوس هناك، وادم بيبص لها بعيون كلها ندم وبيقول لها انا اسف على اللي حصل لاهلك، انا خدت المخدر لان انا كنت فاكر انه هيخليني اقوى. وبيكمل بصوت مكسور وبيقول انا كنت عايز ابقى اقوى علشان ابقى حارس شجاع واخلي ابويا يفتخر بيا. الناس كلهم كانوا متجمعين قدام قصر نقابه اللصوص مترقبين وشوشهم مليانه توتر، لحد ما فجاه ظهر بيج هوك قدامهم وشه كله غضب، رفع صوته وقال انه راح يشتكي للمجلس عن المجرم اللي هاجم زعيم النار. لكن مجلس المدينه ما عملش اي حاجه، فساعتها قرر انه ياخد الحق بايده ويقبض على ادمي بنفسه. الناس كلهم بداوا يهتفوا معاه، قلبوا على القائد واتهموه انه كان مخبيه. وهنا بيج هوك بدا يلعب لعبته الوسخه، قرب من ايلا وبص لها بنظره كلها خبث وقال لها الفرصه قدامك، خد السيف ده واقتليه، انتقمي لاهلك، ولو عملت كده قوتك هتزيد وهتبقى اقوى بكتير. الجو كان مشحون جدا، اللحظه دي كانت حاسمه لكل اهل المدينه، الكل مستني يشوف هيحصل ايه. لكن المفاجاه ان ايلا مسكت السيف وبدل ما تقتل ادمي راحت قطعت الحبل اللي كان مربوط بيه. الناس اتصدمت وهوك وشه بقى مليان غضب، وقبل ما يلحق يتحرك واحد من رجاله هوك طلع فأس من وراه واندفع ناحيه ادمي. اول ما ادمي شاف الفأس عينه اتسعت ورجله اتحركت من غير تفكير، لانه عنده قدره بتخليه يفقد السيطره لما يشوف فأس. لكنه قبل ما يتأذي فجأة ريد ظهر كسر الفأس بسرعه وخد ادمي وايلا ونط من فوق القصر وهو بيستخدم تعويذه السقوط البطيء، وقدر يهرب بيهم لمكان آمن. لما وصلوا هناك ريد عطى ادمي جرعه علشان توقف قدره الشياطين مؤقتا، لكن قبل ما يستريحوا فجأة ظهر بيوري. الموقف كان غريب لان ريد كان باين عليه انه يعرفه وكأن بينهم اتفاق سري محدش فاهمه. لكن مفيش وقت للاسئله لان البرت ظهر ومعاه هوك ورجالته والاشتباك بدا. البرت هاجم ريد لكن اتصدم لما عرف ان ريد مش مجرد مغامر عادي، ده مستوى عالي جدا. في اللحظه دي هوك اتكلم وكان واضح ان في شيطان بيتحكم فيه، واعترف انه عمل عقد مع الشيطان علشان يخليه ملك المدينه، لكن طلع الشيطان خدعه وبقى هو اللي عايز يبقى الملك بجسم هوك. البرت ما كانش موافق تماما، لكن قال ان عنده سبب منطقي انه يعمل كده، لانه عايز يوحد المدينه ويجهز جيش يحارب سيد الشياطين. طلب من ريد انه ينضم ليه علشان الخير ينتصر، لكن ريد رفض وقال له بكل بساطه انا مش عايز غير اعيش حياتي كصيدلي واكمل حياتي اللي باقيه مع تير وماليش دعوه بكل اللي بيحصل في العالم ده. لكن ريد ما كانش واقف كده مستني، كان مجهز مفاجاه لالبرت. فجاه الحراس ظهروا وكان واضح ان ريد هو اللي بلغه مجهز الكمين. البرت غضب وحاول يهجم عليه، لكن ريد تفادى الضربه بسهوله وقطع له ايده في حركه خاطفه. بص له وقال له البطل مش بالقوه البدنيه والسحريه، البطل الحقيقي هو اللي بيعرف يستخدم عقله وقلبه. الناس كلها وقفت مذهوله وما كانش قدامهم غير انهم يستسلموا. بعدها ادمي وايلا بداوا يتكلموا مع سكان المدينه، وبيوري استخدم تعويذه الطيران علشان كلامهم يوصل لكل الناس، وبداوا يحكوا الحقيقه. ايلا قالت لهم محدش ياخد المخدر ده تاني لانه بيخلي الناس تتحول للشياطين. الناس بدات تفهم وبداوا يرموا اسلحتهم والمدينه اخيرا هديت. بعد 5 ايام هوك كان في السجن وبيوري راح يزوره، لكن الغريب ان بيوري كان عارف اسم الشيطان اللي بيتحكم فيه. سال هوك ببرود هو انت شيطان ولا ايه؟ هوك اتنرفز ومسك بيوري من رقبته وقال له كويس ان ريد بعتك مع العيال الصغيره دي قبل ما تشوفني وتتعرف عليا، والا كان زمان الدنيا اتقلبت. وكشف سر خطير، المخدر مش مصنوع من قلوب الشياطين، الحقيقه كانت اكبر بكتير. لكن فجاه الشيطان اللي كان متحكم في هوك لغى العقد وهرب من السجن وراح على زنزانه البرت وقال له هحقق لك كل اللي بتتمناه وهخليك تقابل البطل روتي. البرت في الاول رفض لكنه افتكر العقد اللي بينهم
وفاكر انه لازم يلتزم بيه. فوافق الشيطان، ابتسم بخبث وكانت خطته ماشيه بالظبط زي ما كان عايز. على الناحيه الثانيه ريد وتير كانوا بيودعوا عيله لان مغامرتها الاولى اخيرا بدات. شكرتهم على كل اللي عملوه معاها وسابتهم ومشيت مع اصحابها، وكل واحد فيهم راح في طريقه. لكن في نفس الوقت روتي كانت واقفه قدام ألبرت والشيطان، والمشهد اتقطع، محدش عارف حصل ايه بالظبط. بعد شويه روتي كانت بتطير بالسفينه بتاعتها، وارس كان متضايق جدا لانها سابتها ومشيت. لكن في اللحظه دي سيدورا دخلت الخيمه بتاعتها واتفاجئت لما لقت الشيطان اللي كان مع ألبرت مهزوم على الارض وجنبه شارة البطل. كانت متفاجئه جدا ازاي روتي وصلت للمكان ده وايه اللي حصل لألبرت بالظبط. في نفس الوقت بيوريك كان بيرتقي بسرعه غريبه ووصل للمرتبه بيه اوليفر واللي كان معاه كانوا مستغربين جدا ازاي وصل للمستوى ده في وقت قصير. لكنهم قالوا اكيد السبب انه كان مشترك في المعركه الاخيره، وبداوا يشكوا انه ممكن يكون البطل الجديد للمدينه بعد رحيل ألبرت. بعدها روتي وتيسيرا كانوا رايحين على زلتان، فسالتها تيسيرا احنا رايحين هناك ليه؟ فردت روتي ببرود علشان نحرر كيميائي من السجن. الكيميائي ده هو الوحيد اللي يقدر يعمل لنا الدواء اللي نحتاجه. وافتكرت كلام الشيطان اللي قال لها الدواء ده هيخليكي تهزمي سيد الشياطين، لكن هيضعف قوتك الاساسيه وهتكوني محتاجه تواجهي الصحراء ومحاربين اقل منك قوه علشان تحافظي على قوتك. وهنا الرحله الجديده بدات. في السفينه روتي بتقول لتيسي وهتقولي لحد هناك ان انا البطله وكمان عايزاكي تتعاملي معايا عادي كاننا اصحاب. في الوقت ده بنشوف ريد وتير قاعدين في الصيدليه وريد باين عليه زهقان لان مفيش زباين كتير اليومين دول. تير بتقول له احنا في الشتاء دلوقتي والناس مش محتاجه حاجه من الصيدليه، بس عندي فكره، ايه رايك نصنع دفايات لليد؟ هتبقى مشروع مربح لو اتنفذ صح. ريد بيفكر شويه وبعدها بيقرر ينفذ الفكره ويروح يعرض الدفايه على جونز، وبيقول له الدفايه دي بتسخن الايد في عز البرد ومفعولها بيدوم اكتر من 15 ساعه. طول اليوم بيبيع المنتج ده ولحد ما يجي الليل بيتمشى مع تير. تاني يوم سفينه روتي بتنزل عند غابه قريبه من مدينه زولتان وبيغيروا هدومهم علشان محدش يعرفهم. لما بيقربوا من الجسر بتاع المدينه الحارس بيوقفهم وبيقول لروتي لازم تدفعي 100 بر علشان تعدي. روتي بتستفز وبتقول مش هدفع. الحارس بيهجم عليها بس هي بتمسك سلاحه بايد واحده وبتطوحه بعيد فبيقع في الميه. بعد كده بتدخل المدينه عادي وبعد شويه بتروح تقعد في حانه، وهنا الصدمه بنلاقي ريد قاعد جنبها. الاتنين بيبصوا لبعض بشك، بس تيسي بتحس ان ريد كشف امر الاسلحه اللي هي مخبياها. لما بترجع البيت بتحكي لروتي على اللي حصل وبتقول غالبا الواد اللي قابلته ده هو اقوى مغامر في المدينه. بس روتي بترد عليها وبتقول لها سمعت ان اقوى حد هنا اسمه بيوري. بعدها الموضوع بيتغير وبيقرروا يلاقوا خطه لتحرير الكيميائي المسجون. تاني يوم تنين صغير بيظهر لريد وبيقول انه محتاج مساعدته. وفي نفس الوقت روتي بتفكر في ريد وبتتخيل نفسها معاه وبتقول انا لازم اقابله في يوم من الايام. بعد شويه بنشوف ريد وتير رايحين مع التنين وبيقابلوا حوريه غريبه وريد بيبدا يعالجها بس تير بتكون غيرانه منها. وعلى الناحيه الثانيه روتي بتقتحم السجن علشان تحرر الكيميائي، وبنكتشف ان الراجل اللي ظهر قبل كده وحط تعويذه التعقب في السيف اسمه رين. روتي بتبص له بنظره مخيفه وبتقول له انت هتصنع عليها قدره الشيطان. الراجل بيترعب وبيقول لها هعمل كل اللي انت عايزاه. بعدها بتاخد الكيمياء وبتخرج. تاني يوم تيسي بتسال روتي هنعمل ايه دلوقتي، فبترد عليها وبتقول لازم نشفي جروح وين الاول، انا ممكن اشفيه بقدرتي بس مش عايزاه يعرف اني بطله. بعد شويه تيسي بتدور على صيدليه قريبه واكيد زي ما توقعت بتروح الصيدليه بتاعت ريد. وهنا اخيرا روتي بتقابل اخوها بعد غياب طويل، بتجري عليه وتحضنه بقوه وريد بيكون مصدوم بيسال نفسه ازاي البطل الروتي المعروفه بقوتها وجبروتها عندها مشاعر زي دي. في نفس اللحظه جونز بيخرج من الصيدليه وتيسي بتقول انا العضوه الجديده في الفريق. روتي بتسال ريد انت عايش مع حد هنا؟ القلق بيبان على وشه بس بيقول انا عايش مع تير اميره لوجار. لما بتعرف انه هرب من الفريق بتتعصب جدا وبتفهم ان ارس ما وفاش بوعده، بس روتي بتقول له مفيش مشكله لو عايز ترجع تاني ممكن اطرده من الفريق، هو ضعيف وما قدرش يتحمل الحمل اللي كنت شايله. كمان بتقول له ان يارا سابت الفريق لانها افتكرت انك اتقتلت. بعدها بتساله هترجع معايا بس ريد بيرد عليها وبيقول اسف انا اتعودت على جو المدينه وفي اسباب كتير تمنعني من الرجوع. هنا الصدمه، روتي بتقول له بكل هدوء تمام انا هسيب الفريق واعيش معاك في المدينه. ريد بيتصدم من طريقتها. في اللحظه دي تير بتدخل الصيدليه وبتتصدم لما تشوفها. بعدها الكل بيقعد مع بعض وريد بيسال ايه اللي جابك هنا. روتي بترد وبتقول له حاجتين، اول حاجه اني اطمن عليك، تاني حاجه اني محتاجه شخص يساعدني في صنع حاجه هتخليني اهزم سيد الشياطين. بعد شويه تير بتسال ريد هتروح معاها؟ بيرد بكل هدوء وبيقول لا انا مش هسيب الصيدليه ابدا. روتي بتقرر تمشي وبتشكره على الشاي، لكن وهي ماشيه بتقع على الارض من التعب وبتقول لنفسها ما كانش لازم اقول له اني اعيش معاه. على الناحيه الثانيه تير بتكون متضايقه جدا وبتقول لريد كان لازم تروح مع اختك وتساعدها وهي محتاجاك، بس ريد بيرد عليها وبيقول انا متضايق ان بنت عندها 17 سنه المفروض تتحمل مسؤوليه زي دي وتنقذ العالم من شر اكبر منها بكتير. بعد شويه تيسي بتتكلم مع وين وهو بيسالها امتى هنمشي من هنا، بترد عليه وبتقول
له هنقعد شويه في المدينه، بس وين بيتعصب وبيقول لو اتمسكت تاني هتعدم. تيسي بتروح تكلم روتي وبتقول لها وين محتاج معمل يشتغل فيه، فبترد عليها روتي وبتقول لها في مكان اسمه اطلال الالف روحي دور عليه، ولو عدى اسبوع ما لقيتيش مكان يبقى استسلمي. في نفس الوقت بنشوف بيوري وهو بيبص في الخريطه وبيقول المكان ده فيه قوه حريه كبيره، ممكن يكون تحت الارض او حتى في قاع المحيط. بعدها بنشوف روتي وهي واقفه في صيدليه اخوها وبتبيع للزباين، بس كلهم بيكونوا خايفين منها وبيجروا. في اللحظه دي ريب بيجي وبيقول لها تعالي اوريك المدينه واعرفك على الناس. روتي بتكون فرحانه جدا ومش مصدقه انها رجعت تاني لاخوها، وبتتمنى ان اليوم ده يفضل مستمر للابد. وعلى الجانب التاني بنشوف كابرا وهو بيتكلم مع سيدورا اللي بتساله مين اللي قطع لك ايدك كده. بطلنا بيكون قاعد وبيتناقش مع واحده عن واحد عنده قدرات جباره بس مش عايز يبقى بطل، فبترد عليه وبتقوله ان كل واحد في الدنيا عنده حريه الاختيار حتى لو كان اقوى شخص في العالم. في اللحظه دي بنشوف روتي وهي قاعده مع تير وبتحكي لها عن كل حاجه حصلت في الماضي، وبتفتكر لما كانت صغيره وساعتها هجم عليها دب متوحش وكان هيقتلها، لكن فجاه ظهر ريد وقسم الدب نصين بسيفه، وبعدها قعد يعيط لانه حس انه اتاخر عليها. روتي بتقول انها لسه فاكره كل ده ومتاثره بيه جدا. تير بتعترف انها كانت بتحسد روتي لانها قريبه من اخوها ريد، وكمان لانها بتعرف تعبر عن مشاعرها بسهوله، على عكسها تماما. هنا روتي لاول مره بتنهار وتعيط بحرقه وبتقول انها نفسها تعيش حياه طبيعيه بعيدا عن كل حاجه مرهقه في حياتها. بعدها بنشوف اصحابنا قاعدين سوا وبيشربوا الشاي، وريد بيشكر تير على وقوفها جنب اخته وبيقول لها انه مبسوط انهم بقوا اصحاب اخيرا. في نفس الوقت تيسي بتقول انها لازم تروح المينا علشان تشتري ادوات كيميائيه هتحتاجها. على الناحيه الثانيه بنشوف ايريس في ميناء المدينه مع سيدورا وبيرس، وهنا فجاه بيوري بيظهر وبيشوف ايريس، وفي نفس اللحظه ريد بيكون وصل لهناك. ريد بيلاقي اللي محتاجه بس فجاه حد بينادي عليه، بيبص وبيلاقي دالان اللي بيحضنه بحماس وبيقول له عاش من شافك يا صاحبي، لكن في نفس الوقت بنلاقي سيدورا واقفه مع بيرس وبيستخدموا تعويذه التخفي علشان محدش يشوفهم. دايلان بيقعد مع ريد وبيساله انت سبت الفريق ليه، فبيرد عليه ريد وبيقول له انه سابهم لانه خلاص مش مهتم بالقتال وبيحب الحياه اللي عايشها دلوقتي. فجاه بيعرفوا ان روتي موجوده في المدينه، فبيقول له دايلان يلا نروح نقابلها، بس هنا ريد بيساله ايدك مالها، فبيقول له هحكي لك في الطريق. بس هنا الصدمه. في نفس الوقت بنشوف دايلان تاني عند ايريس وايده سليمه تماما، يعني ببساطه كده في نسختين من دايلان ومحدش عارف مين الحقيقي فيهم. ايريس بيسال دايلان انت بتعمل ايه هنا، فبيرد عليه وبيقول له انه جاي يدور على ريد، وايريس بيصدقه لما بيعرف ان ريد عايش هنا وفاتح صيدليه. بس فجاه ايريس بيروح على الصيدليه وبيقلب المكان فوق تحتاني، بيكسر في الادويه ويخرب البيت بالكامل. في نفس الوقت ريد بيكون مع دايلان اللي عنده ايد مقطوعه، اللي بيعرفه ان شيسان دان هو اللي قطع له ايده وانه متنكر في هيئه مغامر، وده بياكد لنا ان دايلان اللي مع ايريس هو النسخه المزيفه. بعد شويه ايريس بيركب على ظهر التنين ورايح على شيسان دان. ريد وديلان الحقيقي بيجروا وراه، وفي الطريق بيقابلوا تير وتيسي اللي بيعرفوا منه اللي حصل. تير بتعتذر لريد لانها كانت قابلت ديلان قبل كده وخبت عليه. ريد هنا بيطلب منها انها ترجع للقتال تاني وبيقول لها ان هو كمان هيرجع يحارب وكل ده علشان يهزموا عدوهم القديم شيسان دان. تير بتوافق وبتقول له اسبقني انا هجيلك على اطلال الالف وهنتقابل هناك. لما ريد بيوصل هناك بيلاقي دوين وبيفتكر انه عدو، بس بعدين بيتذكر الكلام اللي قالته روتي عن المواد الكيميائيه فبيطلب منه ينادي على روتي، بس دوين بيرفض. ريد بيمسكه من دراعه وبيضغط عليه لحد ما يصرخ، وهنا روتي بتقتحم المكان بسرعه وبتفتكر ان ريد كان بيحاول يقتل دوين، بس ريد بيهديها وبيقول لها انه عارف انها بتحاول تتخلص من قدره البطل، وبيقول لها انه مش فارق معاه لو فقدت القوه وانه بيحبها لانها اخته بس. روتي بتتاثر بكلامه جدا. بعدها تير وتيسي بيوصلوا وروتي بتحكي لهم انها اكتسبت قدره جديده، فدوين بيقول ان القدره دي هتخليها تتحكم في طاقه الشيطان اللي شربت مخدره، لكن فجاه المكان بيتملي بكائنات غريبه على شكل عيون ضخمه وبيطلع ان دي تعويذه اسمها عيون الطاعون، ولو قتلوها اللي رماها يعرف مكانها فورا. بس روتي بتقرر تحاربها وبتضربها بسحر البرق المدمر، وبعدها بتندفع لقتال باقي الاعداء. ريد بيجري وراها لكنه بيتصدم لما بيلاقي ايريس مستنيهم هناك. ايريس بيقول لروتي انها لازم تكون معاه وانهم هيحاربوا سيد الشياطين سوا وانهم مش محتاجين حد تاني، لكن بيبقى واضح انه عايز يثبت نفسه ليها باي شكل. روتي بترد عليه وبتقول له انها مش عايزه القتال ولا عايزه تبقى بطله، لكنه بيحاول يقنعها بالعافيه، وهنا ريد بيتدخل علشان يمنعه، بس ايريس بيهاجمه بجنون وبيضربه في الحيطه ويوقعه على الارض. روتي بتتغاظ جدا وبتضرب ايريس بالسيف وبتقول له لو كان اخويا حصل له حاجه كنت خلصت عليك دلوقتي حالا. وفي الوقت ده شيسان دان بيتحول من شكل ديلان لبيوري، وبعد ما الكل بيمشي بيوري بيروح يعالج ايريس وبيعرفوا ان في حاجه اسمها بقايا البطل الاول، ولو ايريس وصل لها يقدر يقنع روتي انها تبقى معاه فعلا. وبكده ايريس وبيوري بيكملوا طريقهم، وايريس بيكون مقتنع تماما ان روتي لازم تبقى ملكه مره تانيه حتى لو بالقوه. وفي الناحيه التانيه ريد وروتي بيرجعوا يقابلوا تير وبيحكوا لها اللي حصل، وبيستنتجوا ان ايريس اكيد هو اللي استخدم عيون الطاعون،
لكن السؤال هنا، هل ايرس هينجح في خطته وهل ريد وروتي هيقدروا يوقفوه قبل فوات الاوان؟ في اللحظه اللي كانت بتحدد مصير المعركه ديلان بيرمي هجومه الاخير على شي وبيكون خلاص هيني عليه، بس المفاجاه ان ايرس بيتدخل في ثانيه وبيساعده. ديلان ما بيوقفش، بيكمل القتال بكل قوته، بس للاسف النهايه مش في صالحه. شيساندان بيتحول الحقيقه اللي كان مخبيها طول الوقت وبيقتل ديلان بدون اي رحمه. اللحظه دي بتخلي ايرس يقف مكانه اللحظه وبيبص لنفسه بحسره وبيقول بصوت واطي دي مش اول مره اخون فيها صديق. بعدها المجموعه بتدخل اوضه جديده وبيلاقوا صندوق مليان سيوف. ريد بيفتح الصندوق ومش مصدق عينه، بس فجاه الصندوق بينفجر. ريد بيقول بصوت عالي دي سيوف قاتل الشياطين، بس شيسان بيضحك بسخريه وبيقول له لا دي سيوف مقلده معموله علشان تبقى زي سيوف البطل الاول. هنا ريد بيبدا يفكر لو عايز يرجع روتي تبقى بطله تاني هيحتاج يعمل حاجتين، يديها واحد من السيوف دي ويوصل للسبب الحقيقي اللي بيخليها عايزه تفضل روتي مش البطله اللي المفروض تكونها. وفي اللحظه دي مجموعه ريد بتوصل للمكان وبتدي روتي السيف اللي اسمه الساند بويكر لريد، بس الصدمه بتيجي لما فجاه شيساندان بيظهر قدامهم، بس مش بشكله الطبيعي، لا بيظهر على هيئه غايه اللي كان مات زمان في الحرب. الجميع واقف مصدوم، وفي اللحظه دي ايرس بيظهر من العدم وعينيه مليانه الشر، بيرفع ايده وبيحاول يرمي تعويذه قاتله على ريد، بس في اللحظات الاخيره روتي بتدخل وتنقذه. المعركه الحقيقيه بتبدا دلوقتي، قتال ناري بين ايرس وروتي وكل واحد فيهم بيحاول يبيد التاني. وعلى الناحيه التانيه بير بيكون بيحاول يعالج دندان علشان ينقذه من الموت، وبيحاول بكل قوته انه يمنع الكارثه اللي بتحصل قدامه. ايرس بيكون مركز على حاجه واحده بس، انه يخلي روتي تلمس السيف اللي معاه علشان تفضل تحت سيطرته وترجع تبقى البطله اللي كان يعرفها زمان. لكن روتي مش سهله، بتستخدم قدره قويه جدا اسمها الزوبعه العظيمه وبتكسر كل السيوف اللي موجوده في المكان. وهنا فجاه سيدورا بتظهر وبتهاجمها بدون اي مقدمات. روتي بتصرخ فيها وبتقول لها انت بتهاجميني ليه؟ سيدورا بترد بكل برود وبتقول علشان العالم يعيش في سلام لازم البطله تموت. روتي بتقف مكانها اللحظه وبصوت مليان حزن بتقول انا اصلا ما كنتش عايزه ابقى البطله. في اللحظه دي تير بتصرخ في سيدورا وبتقول لها روتي مالهاش ذنب، احنا بنحبها علشان هي نفسها مش علشان العالم محتاجها. وفي وسط اللحظه دي فجاه تنين ضخم بيظهر من العدم وبيهجم بكل قوته، بس قبل ما يعمل كارثه ريب بيتدخل وبيضربه ضربه قاتله بتخليه يختفي تماما. لكن للاسف ايرس مش بيستسلم، بيستخدم تعويذه جديده وبينشئ مكعب ضخم من الحديد علشان يسحق ريد تحته. في اللحظه اللي روتي بتحاول تنقذه فيها سيدورا بتوقف. روتي هنا بتقرر تنهي الموضوع وبتحاول تقتل سيدورا، بس فجاه شيساندان بيتدخل وبيهجم هو كمان. تيسي بتسال ايرس بغضب انت ليه بتعمل كده؟ هو بيرد بجنون وبيقول لازم اضحي بروتي علشان قدرتها تستمر. واضح ان ايرس خلاص فقد عقله تماما. تيسي بتصرخ فيه روتي بنت عاديه عندها مشاعر وهي صاحبتي، وبتقسم انها مش هتسيبها تقع تحت ايد واحد مجنون زيه. داين بيحاول يدخل المعركه لكن للاسف ايرس بيقتله في ثانيه. في اللحظه دي ريد وتيري بيقعوا، لكن ديلان رغم كل اللي حصل بيرفض يسيبهم. باخر قوته بيستخدم قدرته في تحريك الهواء علشان ينقذهم وبيقدر يطلع ريد من الحفره اللي وقع فيها. ايرس بيتعصب جدا بس خلاص فات الاوان. تيسي بتساعد ريد وبتستخدم العنكبوت اللي معاه علشان يشيل حركه ايرس تماما، وهنا ريد بيستغل اللحظه وبينهي على ايرس نهائيا. وعلى الناحيه الثانيه روتي بتواجه شيساندان في قتال عنيف جدا، بتضربه ضربات متتاليه وكل ضربه بتبين ان عندها هدف واحد بس، انها تعيش حياتها زي ما هي عايزه مش زي ما العالم عايزها. وفعلا بعد معركه شرسه بتقضي عليه نهائيا، بس الصدمه انها بتمسك واحد من السيوف اللي حواليها نفس اللي ايرس كان عايزها تمسكه. في اللحظه دي ريب بينقذ سيدورا وبيعرف ان وين كان بيتابع كل حاجه، وبسؤال صادم بيقول له انت ليه انقذتها؟ دي كانت هتموت اختك. لكن ريب بيرد بكل هدوء وبيقول له علشان هي صاحبتها وعلشان لازم نحافظ على حياه اصحابنا. وفجاه روتي بتهجم على ريد بالسيف الجديد. الكل بيقف مصدوم، بس تيسي بتدخل في اللحظه الاخيره وبتاخد الضربه بداله، وهي بتقول بصوت ضعيف الشخص ده اخوكي ما ينفعش تأذيه. روتي بتقف مكانها اللحظه وكانها بتحاول تستوعب اللي حصل، لكن بتقرر تكمل هجوم على ريد، بس ريد بيكون مستعد بيتفادى ضرباتها وبيقرر يستخدم السيف البرونزي بتاعه. دوين بيتدخل بسرعه وبيصرخ فيه وبيقول له انت مجنون، ما تفكرش تهاجمها بالخرده اللي في ايدك دي. لكن فجاه الخطه بتنجح وروتي بتمسك السيف وبتحصل المفاجاه، السيف بينكسر نصين، وده كان جزء من خطه ريد علشان يوقع السيف بين ايديها. وفعلا بتنجح خطته وروتي بتفوق وترجع لوعيها. وفي اللحظه دي سيدورا بتتدخل وبتنقذ تيسيا في اخر لحظه، وبعد كل اللي حصل بتعتذر للجميع وبتقول لريد انها اتعلمت حاجه مهمه، البطل مش لازم يكون قوي علشان يبقى بطل حقيقي، وبتقول له انها تتمنى تعيش الحياه اللي هو عايشها. وبكده بتكون المعركه خلصت، وبعد فتره بنشوف ريد خارج من الصيدليه بتاعته وبيقول ان اريس دمر كل حاجه حرفيا. وفي الوقت ده بيلاقي التلج بينزل على المدينه. وبكده تكون انتهت حكايتنا النهارده.
فقبل ما ننهي قصتنا لا تنسى الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى اللايك والشير وكومنت على الفيديو عشان ده اللي بيشجعنا استمر. ولو انت جديد في قناتنا اشترك وفعل